هناك سيدة كانت تريد شراء قطعة مصنوعة من الكروشيه لمناسبة ما، ولكن وجدت سعر القطعة لا يناسبها، وقالت بطريقة مفاجئة: أريد أن أشتريها، ولكن أعتقد أن الثمن باهظ جدا. ذهل الفنان من الكلام الذي سمعه من السيدة، ورد عليها بسؤال: وما هو الثمن الذي تريدين به شراء هذه القطعة؟ ردت السيدة قائلة: الخيوط والإبرة. وقامت بعملية حسابية وأعطت الثمن، وكان السعر النهائي أرخص بكثير من سعر القطعة التي تريد أن تقتنيها. نظر إليها الفنان مبتسما: حسنا، سأعد لك هذه القطعة المطلوب. فرحت السيدة جدا، وأخبرت كل صديقاتها عن الصفقة الرائعة التي قامت بها. وفي اليوم التالي حصلت السيدة على علبة جميلة. فتحت الصندوق، وداخل العلبة وجدت بعض الخيوط والإبر. استاءت جدا من الطلبية ومحتواها. عادت إلى الفنان قائلة: كيف يمكنك أن تفعل هذا بي؟ طلبت منك قطعة فنية وأرسلت لي علبة ليس فيها سوى بعض الخيوط. فأجابها الفنان بهدوء: حصلت بالضبط على ما دفعت مقابله. إذا كنت تعتقدين أن هناك شيء آخر مفقود، فما عليك سوى دفع ثمنه للحصول عليه. المغزى من القصة إنك لما بتشتري أي شيء مصنوع يدوي بمهنية، إحنا ما بنشتريش المكونات بس، لكن بنشتري برضو الوقت والجهد والحب والتفاني وسهر الليل الطويل وألام الظهر وألام في الإيد والرقبة وأوقات عائلتنا وأطفالنا والأصدقاء، اللحظات الجميلة اللي ما بنعرفش نعيشها معاهم. الأعمال اليدوية فن، لازم نقدر ونقدر مجهود كل اللي شغالين فيه.